تستضيف تونس بداية من اليوم إلى غاية 15 نوفمبر الجاري التمرين البحري متعدد الأطراف نيكس إكسبريس 24 بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا أفريكوم، وبمشاركة حوالي 1100 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة هي الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا، السنغال. السلام عليكم خوتي المغاربه، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى انكم تكونوا مزيان في افضل احوالكم. جبنا لكم واحد الفيديو جديد، فيديو نتمنى اكيد ان ينال الاعجاب ديالكم. في البدايه كنشكركم بزاف اصدقاء على الدعم ديالكم متواصل لنا، كنشكركم بزاف على اللايكات، على الكومنتير الزوينه اللي كتخليو لينا، فشكرا لكم بزاف اصدقاء خوتي المغاربه. الدعم ديالكم والسناده ديالكم للفيديو بها كنستمروا، فباش ما نطولش عليكم نخليكم تشاهدوا الفيديو خوتي المغاربه، ونتلاقاو في النهايه ديالو ان شاء الله. تستضيف تونس بداية من اليوم إلى غاية 15 نوفمبر الجاري التمرين البحري متعدد الأطراف نيكس إكسبريس 24 بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا أفريكوم، وبمشاركة حوالي 1100 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة هي الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا، السنغال، تركيا، إيطاليا، مالطا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تونس البلد المستضيف لهذه التمارين البحرية. ووفق بلاغ وزارة الدفاع ستشهد السواحل التونسية الشمالية تواجد 9 بواخر عسكرية ستشارك في هذا التمرين بهدف تدعيم التعاون والتنسيق بين الطواقم البحرية وتدريب الأفراد وتعزيز قدراتهم على حسن استعمال المنظومات والمعدات والوسائل البحرية وتطوير مهاراتهم في التصدي للأعمال غير المشروعة في البحر ولكل أشكال التهديدات والجرائم المنظمة كالتهريب والاتجار بالبشر، حفاظا على أمن المتوسط واستقراره. كما سيتم على هامش هذا التمرين تنظيم دروس نظرية وورشات عمل تطبيقية لفائدة المشاركين في عدة مجالات بحرية على غرار زيارة وتفتيش السفن وتقنيات الغوص والاستعلامات البحرية ومقاومة الأسلحة البيولوجية والكيميائية والإسناد الصحي والإسعاف والقوانين المنظمة للأنشطة البحرية وفق ذات البلاغ. القيادة الأمريكية في إفريقيا، عرفها لنا في كلمتين نزار باش الجمهور يعرف. هي القيادة المركزية الأمريكية للعمليات في إفريقيا بصفة عامة، والمقر نتاعها موجود في ألمانيا في فرانكفورت، مقر القيادة نتاع القاعدة الأمريكية الموجود في فرانكفورت منذ الحرب العالمية الثانية، وهي المكلفة بإدارة العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبقية جيوش العالم حتى على المستوى الأمني الموجودة في إفريقيا، وتختار هي كذلك لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية. كذلك هي وتقوم بعديد من التدريبات والمناورات المشتركة، لكن المناورات هذه لفتت لي الانتباه حاجة معينة، هي مشاركة الجزائر أولا، مشاركة الجزائر بجانب المغرب، برغم احنا نعرفوا العلاقات بين المغرب والجزائر المتحدة الأمريكية. الجزائر هي كانت بعيدة نوعا ما عن حتى الدخول في حلف عسكري. تعرف ليش مفهوم لأنه مع اقتراب الخطر بالنسبة للولايات المتحدة كخطر الصيني من المنطقة هذه، منطقة شمال افريقيا بالضبط، واقتراب الجزائر من البريكس، مع انه ما انضمتش في قمة جوهانسبورغ عام ناول، فانه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون لها موقع كذلك في شمال القارة الإفريقية، وفي على خاصة وأنه تونس موجودة على الطريق التجارية الكبرى اللي 40% من معاملات التجارية الدولية تمر من أمام السواحل التونسية، وبالتالي فأنه هذه اللي تعطي القيمة الاستراتيجية للموقع الجيوسياسي لتونس، وبالتالي فأنه هذا علاش الاهتمام تاع الأفريكوم بتونس وتطوير العلاقات بتونس. ما تنساوش حاجة أنه تونس هي في الأخير في 2015 صح احنا اتفاقية، احنا شريك امريكي او حليف امريكي خارج دول الناتو، اللي قلقت شويه في ذاك الوقت حتى السلطات الجزائريه في عهد الرئيس السابق بوتفليقه. وقاعده المساعدات العسكريه متواصله بنفس النسق، واختيار تونس للقيام بمثل هذه المناورات تدل ان الامور تمشي امنيا وعسكريا ما بين تونس والولايات المتحده كما كان الوضع في السابق، لا شيء تغير. تفضل رياض. هو كما معناتها احنا نتصور اللي احنا متفقين انه العلاقات الدوليه ما هيش قائمه على الحب والكره. العلاقات الدوليه من الممكن ان تتحول، من الممكن ان تتغير، من الممكن ان تتطور، اما في اتجاه سلبي او في اتجاه ايجابي. حتى كي تحكي مثلا على مشاركه المغرب والجزائر في هذه اسباب التحكيم والمصالح، في هذه بالضبط العلاقات الدوليه قوامها الاساسي المصالح المشتركة طبعا بين الدول، لا أكثر ولا أقل. العلاقات الدولية لا تقوم لا على الحب ولا على الكره، وليس كذلك من بالنسبة للدول
مش باللازم راهو باش تكون المواقف متطابقة في كل الملفات. ولاحظ ذلك حتى على مستوى الخليج العربي، لاحظ ذلك حتى على مستوى دول الاتحاد الأوروبي. احنا يمكن أن نكون في نفس المحور فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية الثنائية، ولكن راهو نجموا في الملف هذا نتفقوا، في الملف هذا نتفقوا. صحيح. هذا كيفاش ماشي العالم، هذيك هي الدول، راه ما فماش حاجه اسمها حزمه كامله، يلزمنا التطابق في كل المواقف. صحيح. ونتفقوا. هو فما في الاطار الصراع الجديد على المستوى العالمي، مستوى تغير النظام الدولي، هناك ما يعرف بالسوينج ستيت او الدول المتأرجحة، الدول التي تستغل الموقع نتاعها او قوتها الاقليميه لنقل لكي تلعب على اوتار جميع القوى الموجوده في العالم، يعني مستوى القوى الامريكيه او القوى الصينيه. هذا اللي ماشيين فيه في المرحله نتاع التغيرات الجيوسياسيه. واضح، وهذا دليل على انه تونس ستتمتع بعلاقات جيده مع كامل دول المنطقه، لانه المناورات صارت على حدودها، ونذكروا انه المغرب هي ايضا حليف متقدم لامريكا منذ زمن، منذ عهد الحسن الثاني. وكذلك العلاقات الامريكيه التونسيه قاعدين نشوفوا في البوادر تباعا. ذكرت وزاره التجاره. أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية العميد محمد زكري لفرانس 24 بأن التمرين العسكري متعدد الأطراف فينيكس إكسبريس 24 الذي تنظمه تونس بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا سينطلق رسميا الثلاثاء بمشاركة أكثر من 1000 عسكري وملاحظ من 12 دولة. معي في هذا السياق مشاهدينا الكرام من تونس العاصمة دكتور علي العلاني الأكاديمي والباحث الجامعي في القضايا الاستراتيجية بجامعة منوبة في تونس. دكتور العلاني أهلا بك ومرحبا، شكرا على تلبية هذه الدعوة. ماذا عن طبيعة هذه المناورات أو هذه التمارين ومن يشارك فيها تحديدا؟ مساء الخير، تحية لكم ولكل السادة المشاهدين. أعتقد أن هذا التمرين البحري يندرج أيضا في طبيعة العلاقات بين تونس وبين الأفريكوم، والتي استمرت وتستمر لمدة سنوات عديدة، خاصة وأن تونس هي عضو مميز من خارج الناتو. الذين سيشاركون في هذا التمرين البحري هم 12 دولة من إفريقيا ومن أوروبا ولكل دول المغرب العربي دون استثناء، وهذا له دلالات عديدة. يعني عندما نقول أن هذا الجمع الهام في هذه المناسبة، مناسبة التمرين البحري، سيبقى لمدة 11 يوما من 4 نوفمبر إلى 15 نوفمبر. هذا بطبيعة الحال يعني يؤكد أن تونس لها باع في إيواء وتنظيم مثل هذه اللقاءات. أجبتني ربما لماذا وقع الاختيار على تونس لتنفيذ هذا التمرين البحري، ولكن ما هدف تحديدا هذا التمرين متعدد الجنسيات والذي يجمع أيضا الجزائر والمغرب رغم الخلافات بينهم؟ بطبيعة الحال هذا الاجتماع الكبير، هذا التمرين البحري الهام، ستستفيد منه كل الأطراف، وستكون العناوين الكبرى هي كيف يتم التصدي إلى الجرائم المنظمة سواء كانت التهريب أو المخدرات، كيف يمكن التصدي أفضل إلى تجارة البشر، خاصة وأن هذه المسألة أصبحت يعني تحتل حيزا كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي وحتى داخل بلدان العالم. ولا ننسى أن تونس في الأشهر الأخيرة حققت نجاحات في التصدي إلى تجارة البشر وفي الهجرة غير النظامية. بالنسبة إلى سؤالكم حول يعني وجود الجزائر والمغرب في هذا التمرين البحري، هذه بادرة هامة وإيجابية. أولا لا ننسى أن التنسيق الأمني بين الجزائر والمغرب لم ينقطع 100%. نحن نعرف أنه تم في الأسابيع الأخيرة يعني تنسيق لتسلم المجرمين، وهناك ربما بعض جوانب استخباراتية ربما في مرحلتها الدنيا ولكنها بقيت موجودة. فنقول لعل هذا اللقاء المشترك
سيسهل وسيذيب نوع من الجليد، وربما يكون بادرة لتحقيق تنسيق أكبر في مستقبل الأيام، لا يقتصر فقط على التنسيق الأمني والعسكري، بل يمكن أن يتطور إلى تنسيق سياسي، وهو ما تأمله جميع دول المنطقة. وأخيرا نقول أن هذا التمرين البحري يندرج في عنوان أكبر، وهو كيف نتعاون جميعا على تحقيق الأمن في منطقة البحر المتوسط. أشكرك جزيل الشكر على تلبية هذه الدعوة هذا المساء في هذه الساعة الإخبارية المغربية من تونس العاصمة. الدكتور علي العلاني، الأكاديمي والباحث الجامعي في القضايا الاستراتيجية بجامعة منوب. فكيف ما شاهدتوا معنا خوتي العزاز، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى اننا الاعجاب ديالكم. ما تنساش انت ولا انت الا كنت اول مره كتدخل لاشين ديالنا، ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس اكيد باش يوصلك كل جديد اللي كيتعلق باخبار ديال المغرب، لا على المستوى الرياضي على المستوى السياسي. وشكرا لكم بزاف اصدقاء على الكومنتير ديالكم الزوينه، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى اللايكات ديالكم للفيديو. كنشكركم بزاف على كل داكشي اللي كتخليونا الاصدقاء. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو ان شاء الله، والسلام عليكم.